صحاب بناتي في منهم مش برتاح لهم، بس مش بأظهر لهم ده وبتعامل معاهم عادي عشان بناتي ما يزعلوش. هل أعتبر منافقة؟ لا. المنافق اللي بيضمر الأذى، يعني بيخفي الأذى وبعدين بيبتسم في وشك، لما تمشي يأذيك ويغتابك ويديك الايه اللي احنا بنسميه في مصر الأسافين والذنب والحاجات دي. لكن واحد مش مستريح من حد بس بيعامله معاملة كويسة رجاء انه ينصلح. لا يضحك في وجه الفاسق إلا عارف بالله يعني. طب انت بتضحك في وجه الفاسق ليه؟ لأن أنا عندي تقبل للجميع ومش موافق على فسقه، لكن لما بقابله بحترمه لأنه إنسان واختار اختيار إنه يعصي، لكن في الآخر ليه كامل الاحترام. مش لما أشوفه يتمعر وجهي، ما هو مش بيعصي قدامك ومش داخل عليك بكاس الخمرة، هو جارك ولا صاحبك فقابلك في الشارع، فمش هعمله كده عشان انا سمعت ان انت في الويك اند بتشرب خمرة فانا هبص لك بصة من فوق لتحت. لا، الإكرام والاحترام للجميع أيا كانت اختياراتهم، ما دام مش بيفرضوا علينا معصيتهم ولا بيجاهروا قدامنا. وبالتالي لا، أنت اكرمي صحابات بناتك وادعي لبناتك وليهم بصلاح الحال ومفيش نفاق خالص. رايح أعمل عمرة، ينفع أغتسل في الفندق وأسرح شعري بزيت قبل الإحرام وبعد كده أروح الميقات أحرم بالوضوء بس؟ سمعت بيقولوا ما ينفعش أسرح شعري في غسل الإحرام. بصوا يا جماعة، ودي غلطة مشهورة عند الناس. الإحرام ليه مقدمات، لكن أنا لسه ما أحرمتش. يعني إيه؟ أنا خدت غسل الإحرام سنة وصليت مثلا الظهر أو العصر أو ما فيش أي فريضة موجودة، فصليت ركعتين بيسموهم سنة إحرام ولبست لبس الإحرام. أنا لسه ما أحرمتش، فأنا قاعد مثلا بقص ضوافري وأنا بلبس الإحرام في المطار. يا شيخ يا شيخ ما أنت محرم. لا، لسه ما أحرمتش. بتحرم إمتى؟ من أنت لابس لبس الإحرام. لسه ما أحرمتش. خدت الغسل وصليت لبست الإحرام. تحرم إمتى؟ لما تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم بعمرة أو لبيك اللهم بعمرة عن فلان، وإن حلي حيث حبستني. المهم، فأنت حضرتك اغتسلتي وسرحتي سرحي شعرك بالزيت وسرحي شعرك حتى لو وقع منه حاجة في المشط ولا الفرشة، انت لسه ما احرمتيش. اول ما تقولي لبيك اللهم بعمرة دخلتي خلاص في ايه؟ في الفريم، دخلتي في حدود فكرة الإحرام ونسك الإحرام. ساعتها ما نعملش 1 2 3 اللي حضرتك خايفة منه، لكن تقدري تعملي كده. طيب تعالى